الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. طالب وزير الداخلية خليفة سراج الدين حقاني في لقاء مع رجال الأعمال والأطباء وأساتذة الجامعات في مقاطعة روزغان مضاعفة الجهود من أجل رفاهية الشعب. وأضاف السيد حقاني: تبذل الإمارة الإسلامية قصارى جهدها لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لرجال الأعمال والأطباء وأساتذة الجامعات. قال وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي: أننا تلقينا تأكيدات من جميع دول العالم بأنهم لن يدعموا المعارضة المسلحة في أفغانستان بعد الآن، ويمكن للأفغان حل منازعاتهم خلال المحادثات داخل البلاد. قال مسؤول المحكمة العليا في برنامج محاسبة الحكومة أمام الشعب: تم تنفيذ حوالي 160 ألف أمر قضائي مختلف في العام الماضي. وأضاف المسؤولون أنه خلال العام الماضي تم حل ما يقرب من 3000 قضية تتعلق بالنساء في مجال الميراث والملكية. قال وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا: تم تفعيل المراكز التعليمية للشباب في 14 مقاطعة في العام الماضي، حيث تم توفير التعليم لمئات الشباب. وأضاف السيد خيرخوا أنه لم يقتل أو يجرح أي صحفي خلال العام الماضي. صرح مسؤولون بوزارة الإعلام والثقافة للشعب في برنامج محاسبة الحكومة أنهم جمعوا في العام الماضي 224,610,329 أفغانيا من الإيرادات من مختلف المجالات. صرح المدير العام السابق للإذاعة والتلفزيون الأفغاني المولوي أحمد الله وثيق للشعب في برنامج محاسبة الحكومة أن الإذاعة والتلفزيون الوطني أعدت 1821 برنامجا إذاعيا وتلفزيونيا مختلفا والبرامج ذات الصلة في العام الماضي. صرحت الهلال الأحمر الأفغاني: تم إرسال 11 شاحنة مساعدات غذائية إلى الأسر المتضررة من الفيضانات في منطقة جالريز بمقاطعة ميدان وردك.